السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام على أحباب الله وأنصار الله أنصار الحق. السلام على أحباب القرآن العظيم كتاب العلم. اليوم سنواصل إن شاء الله في الحديث عن الانتقال الآني، الزمكان، خرق الزمان والمكان. نحن في الحقيقة قلنا وأن هذا الموضوع هو موضوع شائك وكبير جدا. كنت منذ سنوات فارطة أعطيت لمحة أولى حول خلق السماوات والأرض. الله سبحانه وتعالى يقول أنهما كانتا رتقا ففتقناهما، وتحدثت في حلقات سابقة بإمكانكم أن تعودوا إليها على قناة سر الأعظم علم الكتاب 2021. هناك قنوات أخرى هي في الحقيقة تسجل كل حلقاتي منذ سنوات. فتحدثت في عرش الرحمن، عرش الله سبحانه وتعالى، وتحدثت عن الخرق الأول، أن الله سبحانه هذا الذي نسميه الوعي العظيم، الوعي العظيم الذي في الحقيقة هو الوحيد الواحد الأحد الذي استطاع بقدرته وقوته أن يخرق العدم، أي اللا شيء استطاع منه سبحانه وتعالى أن يخرقه، ثم أصبح من ذلك الخرق الانفجار الذي أعطى كتلة نور وكتلة نار. لعلي تحدثت في هذا الموضوع بطريقة مبسطة منذ سنوات، لكن هذه المرة حقيقة لابد أن نغوص أكثر علميا وتجريبيا فيما يريد أن يحدثنا الله به سبحانه وتعالى في كتابه. فعندما أصبح بعد ذلك الخرق العظيم أصبح هنالك رتقا فتقه الله سبحانه وتعالى فجعل منه السماوات والأرض. إلى هنا بإمكانكم أن تعودوا لتلك الحلقات الأولى، لكن تباعا لهذه الحلقات التي نحن رويدا نذهب لنفهم الزمان والمكان على الأرض وفي السماوات. ذهبنا تدريجيا حتى نبين وأن هنالك طرق يقع اعتمادها في إيقاف الزمن مثلا. اليوم حقيقة نحن سنبدأ بتساؤلات بسيطة جدا، لكنها آيات في كتاب ربنا سبحانه وتعالى نمر عليها مرور الكرام، لا ندقق فيها في معناها. مثلا الله سبحانه وتعالى يصف ذاته العلية الكبيرة العظيمة، يصف ذاته بالظاهر، ما هو ظاهر لنا حقيقة، ما نراه، ما نحس به، ما نشتمه، ما نسمعه، ما نراه نبصره بأعيننا من خلال انعكاس الضوء، ما نعيشه من أحاسيس، من أجواء فرح وحزن مثلا وما إلى ذلك. فالله سبحانه وتعالى يقول هو الظاهر، أن الله سبحانه وتعالى ظاهر في كل شيء، ويقول أيضا أنه وهو الباطن. ركز معي جيدا حتى تفهم هذا السياق العلمي، السياق الحكيم في الكتاب الحكيم المفصل. قلنا أن الله ظاهر، في الظاهر موجود، وفي الباطن أيضا موجود. في باطنك الله موجود، في باطن الأشياء كلها الله سبحانه وتعالى موجود. هل أن الله سبحانه وتعالى موجود أيضا في باطن الذرة؟ هل أن الله موجود أيضا بحكمه وتحكمه في كل شيء؟ نعم. في باطن الإلكترونات، البروتونات، النيوترونات، البوزيترونات، الفوتونات،
التي هي تصدر من خلال الضوء. فها هنا سؤال وجيه وبسيط جدا: الله ظاهر والله باطن. هل هو في باطن أبسط الجزيئات في الكون، أبسط جزيئات المادة ولا مادة؟ ركز جيدا. إذ قلنا أن الله سبحانه وتعالى ظاهر وباطن في كل الأجزاء. هنا سأسألك سؤالا آخر. هذه آية نمر عليها مرور الكرام، لكن عندما يقول سبحانه وتعالى خلق من كل زوجين اثنين، ما معنى هذا؟ من ذكر وأنثى، إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. هذه واضحة، أي أن في الجنس البشري وعديد الدواب وسائر الدواب خلق منها ذكرا وأنثى. لكن أيضا الله سبحانه وتعالى في نشأة الكون، في خلقه لهذا الكون العظيم، جعل المتضادات، جعل النار وجعل النور، جعل السلبي وجعل الإيجابي. ففي الانبثاق الأول انفتق العدم إلى شيئين اثنين: الشيء وضده، الذي تكون ظاهرا لنا. ما هو ظاهر لنا من أضواء ومواد ودخان، وما هو موجود وحسي عندنا، نحسه ونراه، نسمعه، نتذوقه، نشتمه، كل الحواس ظاهريا ظهر ذلك الشيء. لكن في نفس الوقت ظهر أيضا العكس تماما، عكس الظاهر، وهو الباطن الخفي عنا، الذي لا نراه، لا نسمعه، لا نشتم رائحته، لا نتذوق طعمه، لا نستشعره أيضا. إذن فنحن هنا ما بين شيئين اثنين، زوجين اثنين، من بداية الخلق. قاعدة ربانية سبحانه وتعالى: كل شيء خلق زوجين اثنين. نذهب أيضا لنسأل ونقول: أنت عندما تكون مثلا في الظلام، ليس هنالك أضواء ناتجة عن الحرارة، أضواء ناتجة عن أشعة الشمس المحترقة الملتهبة، السراج. فأنت عندما تكون في الظلمة ولا يكون هنالك ضوء، لا ترى شيئا حولك. لكنك أيضا إذا كنت نائما في غفلتك في نومك، فأنت في الحقيقة ترى أشياء أيضا، تتذوق أشياء، تشتم رائحة، تسمع أصواتا. إذن فهل أن كل شيء ظاهر لك ذلك هو الوجود بعينه، ذلك هو الموجود فقط، أم أن هنالك أشياء أخرى هي غائبة عنا، لا نستطيع بما نراه وما نستعمله فيما نراه وما هو موجود حولنا محسوس أن ندرك ذلك العكس تماما، ذلك الغير محسوس عندنا، لا نراه، لا نحسه، لا نبصره، لا نشتم رائحته، لا نتذوق طعمه مثلا. هكذا. أقول لك شيئا آخر: وأنت في رؤياك ترى وتسمع أشياء وتعيش حالات معينة، مثلا أنك والكثير من الناس يرون في أحلامهم رؤى، فتقع فيما بعد، تقع بعد يوم، يومين، ساعات معينة، سنة، سنوات، يقع أساسا
ما رآه في رؤياه، في حلمه، لنقل أنه حلم، وعيناه مغمضتان، كيف أنك تبصر أشياء في داخلك وتقع فيما بعد، لكن عيناك مغمضتان. نحن نعلم حقيقة وأنك إذا أبصرت شيئا فهو انعكاس للضوء على عينك، فهنالك مثل ما تسميها شريحة مثلا، أو غدة، أو أنسجة داخل العين هي تلقف ذلك الضوء، تلك الفوتونات المرسلة المنعكسة على عينك، فترسلها لدماغك. هي فوتونات تتلقاها فترسلها لعينك، وعينك عبر ذلك العصب البصري يرسلها إلى الدماغ، فيحللها الدماغ لتكون عنده كشكل، كصورة، مثل ما ترونني وأراكم. لكن إذا كانت عيناك مغمضتان وليس هنالك ضوء، فأنت في الحقيقة لا ترى تلك الأشياء الموجودة حولك. أما إذا كنت في حلمك، في نومك، فأعينك مغمضتان لكنك أيضا ترى أشياء أخرى. ما معنى هذا؟ إذن هذا ما سنتحدث عنه، الظاهر لك والباطن في داخلك. الظاهر من حولنا ما نبصره بأعيننا بموجب الأضواء، والباطن الذي لا نعرفه. من هنا سنأخذ قاعدة التضاد حينما يقول سبحانه وتعالى خلق من كل زوجين اثنين. سنتحدث عن الظاهر والباطن، ذلك أننا نذهب رويدا رويدا لنعلم علميا أساس الزمان والمكان، ونعلم أيضا الحقب واللامكان أيضا، باختصار شديد، بوضوح شديد. نحن سننتقل ما بين الموجود المحسوس ونحن فيه ونعيشه يوميا خلال تشابك في الزمان والمكان والحركة والتنقل، إلى ما هو عكس ذلك وما هو موجود فعلا. من هذه القاعدة أساسا لعلك بدأت تفهمني أننا سنخوض في علم الظاهر والباطن. سنبحث عن نور السماوات والأرض الذي مثله نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة مباركة، يكاد زيتها يضيء لو لم تمسسه نار ضوء، نور على نور، أي لو لم يصل ذلك النور، تلك الأضواء من النار، لكان نورا على نور، يهدي الله لنوره من يشاء. لذلك في ذلك قوله سبحانه وتعالى في آية أو كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت، لم يقل أنارت، فلما أضاءت ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. نحن نذهب رويدا لنعلم أشياء أخرى. مثلا هذا قياس، لو أنك ذهبت إلى أحد يفسر الأحلام، يفسر الرؤى، قلت له يا شيخنا بما ورثوه طبعا وبما هو تجريبي يعني في الحياة، رأيت نفسي أني أبكي في المنام. ماذا سيقول لك؟ سيقول لك ستفرح، ستأتيك خبر يفرحك أو ستعيش فرحة. ستسأله مثلا، تقول له يا شيخنا إني رأيت نفسي هذا، وأنت لا ترى ولا تبصر بعينك، أنت رأيت نفسك عشت حالة غير ظاهرة لكنها حالة باطنية، ما نسميه علم الباطن. أنا أحبابي في الله أريد أن أبسط لجميع الناس خاصة الباحثين على تأويل الرؤى كيف أن الكتاب العظيم كتاب الله سبحانه وتعالى هو من يفسر لك الرؤيا بآياته من خلال العبر والرسائل الموجودة في آيات الله من القصص ومن تعابير وما إلى ذلك، هو الذي يفسر لك الرؤيا حقيقة.
فتقول له: رأيت أنني أضحك بشدة وفرح بشيء مهول. يقول لك: إياك فلتحذر لأنك ستحزن حزنا شديدا. كيف ذلك؟ كيف أننا مثلا نرى في الأحلام، في الباطن، في العالم الباطن داخلك، ذلك لتعلم من أنت حقيقة، لتعلم أنت في هذا الجسم الذي كرمه الله، حمله في البر والبحر ورزقه من الطيبات. إن كرمنا بني آدم، فضلها على كل المخلوقات، لتعلم أنك في داخلك أنت عالم بأسره، عالم كبير جدا. لنواصل ونقول: إذا رأيت نفسك تضحك فأنك ستبكي، وإذا رأيت نفسك تبكي فأنت ستضحك. لكن هنالك شيء آخر في علم الرؤيا ويعلمه عديد المفسرين. يقال أن ما تراه في الرؤيا نسميه، مثلا أنت رأيت نفسك في حالة معينة فسرتها، ثم دخلت حالة أخرى في الرؤيا، حالة ثانية في الرؤيا فسرتها. كانت الأولى هي زمنيا عندك في الرؤيا هي الحادثة الأولى، ثم جاءت زمنيا الحادثة الثانية في الرؤيا، ففسرت الحالتين. لكن واقعيا هذا في الرؤيا، لكن واقعيا ستحدث الرؤيا الثانية التي هي جاءت فيما بعد قبل الأولى. يقال عنها، وهذا معلوم، الرؤى تعجل ما تأجل، يعني ما تراه آخر الرؤيا سيقع الأول، وما رأيته في الرؤيا أولا سيقع ثانيا أو أخيرا. إذن هذا ما يسمى الانعكاس، العكس، ما نسميه ماذا؟ ليزانفيرس. من هنا نذهب أيضا لنسأل كيف أننا نعيش في باطننا أشياء محسوسة وملموسة ليست ظاهرة، إنما هي باطنة، وكيف نعيش في الباطن ما هو غير ظاهر. هاتان الكلمتان هو الأول والآخر، الأول والآخر. إن قدمت الآخر على الأول وأولت الأول على الآخر فأنت تتحدث عن ماذا؟ عن انعدام الزمن عند الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى يعطيك قياسات في كتابه: يوم عند ربك كألف سنة مما تعدون، تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. ينزل أمر الله في يوم كان مقداره 1000 سنة. أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أن يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9. قال: كم لبثتم؟ قالوا: لبثنا يوما أو بعض يوم، ربكم أعلم بما لبثتم. أما الذي توفى الله سبحانه وتعالى أماته الله 100 عام فهو أحس ذلك بيوم أو بضع يوم أو بعض يوم. هنا يريد أن يقول لك الله سبحانه وتعالى لك أن الله هو من خلق الزمان ومن خلق المكان، فهو يتحكم فيهم وليسوا هم المتحكمين في الذات الإلهية. سنذهب رويدا الآن لنفهم معنى هذه المتضادات، كيف أنك تعيش أنت في ذات نفسك، تعيش ظاهرا بين الناس، نعيش مع بعضنا بعضا ظاهريا، فهل نحن أيضا نعيش باطنيا في داخلنا في عوالم أخرى، في أحقاب أخرى، في أزمان أخرى؟ هل نحن فعلا موجودون هنا وموجودين هناك أيضا؟ عندما نقول الآن فنحن نتحدث بحكم الزمن الذي نحن فيه، هنالك فاعلية الزمن التي تقيدنا، لكننا عندما نتحدث ونحن هناك في أكوان أخرى، أحقاب أخرى، عوالم أخرى، فكيف حالنا نحن هناك؟ هل أنك أنت هنا
تتحكم في مصيرك هناك. هل أنك أنت البارحة ما فعلته البارحة هو أصلا حدث أيضا في زمن آخر أو حقبة أخرى أو عالم آخر؟ كيف أنك أنت هنا لنفسخ هذه السبورة من هنا الرؤى العكسية مثلا، لو قلنا حتى أن هنالك من يرى نفسه في المنام يعني تزوج ولا يرى زوجته، فتفسر الرؤيا على أنه اقترب أجله مثلا، مصيبة الموت. لنقل أنك أنت ها هنا في هذا العالم، لكن هل بالإمكان أن يكون عكسك تماما في عالم آخر؟ كيف سيكون؟ هل سيكون واقفا هكذا؟ ما رأيك لو أنه مقلوب هكذا؟ لا تتعجب ولا تستغرب. أنا أرجو منكم حقيقة أنكم تركزون جيدا في هذه الحلقة، لأنها باختصار لأنها صعبة نوعا ما، وأقول اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، واجعل لي وزراء من أهلي يجد بهم أزري وأشركهم في أمري كي ينشروا معي ويتفاعلوا علميا من كتاب ربنا العظيم. فلا تتعجب أني عندما رسمت لك هذا في الدنيا، في الحياة الدنيا، هذا في كون آخر، نعم في هذا الزمن، في زمن آخر عكسه تماما موجود لكنه مقلوب. من هنا سنبدأ، من هنا سنبدأ وسنتحدث عن التعاكس المترابط. التعاكس المترابط، كيف أن شيئين مثنى، زوجين اثنين، اهبط أنت وزوجك، نعم تكون أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما، لا تقرب هذه الشجرة فتكون من الظالمين. نحن الآن لا نتحدث عن حواء، نحن نتحدث عن كيف خلق الله سبحانه وتعالى من كل زوجين اثنين. كيف أن في الجنة كان آدم وزوجه، يعني ليس قبيله، لنقل أنه ما يقابله. نحن نذهب هنا ليست سفسطة في الدين وليست يعني من المحرمات، نحن نتحدث بأسلوب علمي فيزيائي حتى نقترب للحقائق والحقيقة في كتاب ربنا إن شاء الله. فنحن هنا سنتحدث عن التعاكس المترابط في التكوين والخلق، الظاهر والباطن. أحبابي في الله، لنقل مثلا عن تجربة حال فيها العلماء، كانت مشكلة هي بالأساس بين اللذين حدثتكم عنهما، وهما نيكولا تسلا وألبرت أينشتاين. كيف أن نيكولا تسلا عندما خرج ألبرت أينشتاين بنظرية سرعة الضوء، وهي أقصى سرعة، وأن الضوء هو عبارة عن ماذا؟ عبارة عن فوتونات، عبارة عن جسيمات بدون وزن، بدون كتلة، نعم جسيمات ليست لها كتلة، وتنتقل يعني حسب ما قال ألبرت أينشتاين بسرعة 13 قوة 8 متر في الثانية. فأجابه نيكولا تسلا وقال له لا، هذا غير حقيقي، غير صحيح، لأن هنالك جزيئات أخرى تسافر يعني وتسرع أكثر من الفوتون ب50 مرة. فجن جنون ألبرت أينشتاين وجن جنون أتباع ألبرت أينشتاين، لكن المتأثرين بنيكولا تسلا واصلوا في بحوثهم حتى يعلموا حقيقة هل أن فعلا يعني هذا الفوتون هو أسرع شيء في الكون، في الوجود. لكن الفوتون هو مصدره حراري، مصدره هو تحرك إلكترون
من مستواه في الذرة إلى مستوى ثاني، ثم يعود إلى ذلك المستوى فيخرج لنا هذا الفوتون، يرسل هذا الفوتون. هذا هو التفاعل الفيزيائي. عفوا. فما وصل إليه إذا العلماء بعد أينشتاين بسنين، وأن هذا الفوتون أصلا هو جسيم، هو جسيم، لكن في نفس الوقت هو تردد، يحمل تردد. أنا لا أعيد ما وصل إليه العلم الحديث، بل سنذهب أكثر من ذلك إن شاء الله بحول الله، فلا تتعجب ولا تستغرب. هذا الفوتون كلما انطلق من مكان إلى مكان، نعم، في هذا الاتجاه، نعم، هو في الحقيقة يقولون مبدئيا وأنه داخل ترددات، ذبذبات، هو يرسل ذبذبات، أو أنه يسبح السباحة كما يقول سبحانه وتعالى: وكل في فلك يسبحون. السباحة، هذه الترددات لتعتبرها عبارة عن أمواج بحر، أمواج. إذن فهذا الفوتون يسبح داخل هذه الترددات، نعم، ليصل إلى مكان معلوم. هذا المكان لنقل مثلا، فينعكس فيه ويعود إلى بصرك أو أي مجس من المجسات ليقول له: أنا وصلت إلى ها هنا، وهذا ما أوصلك إياه من معلومة. عندما يعكس لك شكلا من الأشكال فتراه بعينك، أو تسجله بمجس من المجسات، يعني آلة رقابة عليه، يعود لك ليقول لك: هذا ما أنا أحمله لك من معلومات. ما الذي يوجد في داخل هذا الفوتون حقيقة؟ سنأتي على ما يوجد في داخله، والذي لم يصل في الحقيقة العلم إلى معرفة مكنون ما يوجد في داخله، لكنهم يتابعون تصرفاته، يعني يبحثون في سلوكيات هذا الفوتون. نحن نتحدث عن الضوء، لا نتحدث عن النور. سنأتي على النور، ما هو النور حقيقة. فهذا الفوتون حقيقة عندما ينطلق من ذلك المصباح فينعكس على هذه الصورة مثلا، ثم يأتي إلى أعيني، فهو في الحقيقة يأتيني بماذا؟ مبدئيا لنقول أنه يأتيني بانعكاس بجسمه، لكن هل يأتيني في ذات الوقت بمعلومة؟ هذا الفوتون هم بليارات الفوتونات يرسلون في كل أجزاء من الثانية، وينعكسون على هذه السبورة، فيأتون وتأخذها تلك الخلايا في العين وتترجمها في الدماغ لترسم لي هذه الصورة. الرجاء منكم أنكم تصبروا قليلا حتى نصل رويدا حتى وإن طالت هذه الحلقة لتثبت من التسجيل أولا. الحمد لله التسجيل جيد. نحن نذهب في هذا السياق لنعلم في آخر المطاف أشياء حدثنا بها الله سبحانه وتعالى في كتابه هي في الحقيقة لم تكتشف بعد، وحدثنا الله سبحانه وتعالى عن أشياء في كتابه تحدثنا فيها منذ سنة 2021 في هذه القناة على هذه السبورة، توصل لها علماء الفيزياء في سنة 2022. نعم، أنا لست من المرائين، لكن هذه حقيقة، إذ أننا في الحقيقة نأتي لتجربة ما حتى نعلم ما هذه، لنقل هذه المياه أو هذه المواد التي ينتقل فيها، لنقل أنها مادة مثلا، أنها مياه، أو أنها
غازات ينتقل فيها هذا الفوتون حتى يصل إلى مكانه فهو يسبح. هم يقولون أنه يسبح في ترددات، لأنه في نفس الوقت هو جسيم واثنان هو ترددات. لكن لتعلموا أنهم عندما أرادوا أن يراقبوا هذا الفوتون بمجس من المجسات، يتحسس الفوتون ويراقب تصرفاته. فهذا الفوتون بمجرد أنه نعم يحس بأن هنالك مجس يراقبه، فهو في ذلك الحين يترك هذه الترددات، يترك هذا لنقل هذا البحر أو تلك الأمواج التي يسبح فيها، يتركها وينضبط في مسار واحد. وكأن هذا الفوتون في داخله شيء ما يقول له كلما رأيت مجسا أو شيئا يبحث عنك فاترك هذه الترددات وحدد مكانك، أين أنت؟ هنا أم هنا أم هنا؟ في أي مكان أنت؟ هذا شيء ما من التساؤلات العلمية الفيزيائية أنا تساؤل أطرحه، كما أن الباحثين والذين حتى يتحصلون على جائزة نوبل نعم للفيزياء، وهم في آخر مرة هم 3 نعم، فهذه سلوكيات لهذا الفوتون أصلا يقولون أنها معلومات مخزنة في داخله. هم لا يتحدثون عن هذا الموضوع، لكننا نحن نذهب إلى ما في داخل هذا الفوتون الجسيم الضوئي، لأن الله سبحانه وتعالى صراحة حدثنا عن مثل هذا الشيء، حدثنا عن سلوكيات الضوء وسلوكيات النور، كيف يتصرف. إلى هنا لعلك استنتجت معي أولا أننا عندما سنتحدث عن سلوكيات هذا الفوتون سنذهب رويدا لنفهم حقيقة الانتقال الآن في 0 من الثانية، في 0 من الزمن. ما هي البوابات التي تجعلك يعني تسافر في 0 من الزمن، أو أنك تتلقى معلومة أو تتلقى شيئا ما في انعدام الزمن، يعني حينيا، ليس هنالك زمن تستغرقه تلك المعلومة حتى تأتي إليك. أنت في الحقيقة عندما تشاهد هذا الفيديو فأنت لا تشاهده في حينه، أنت تشاهده خلال زمن معين من الثواني مثلا حتى يصل إلى هاتفك الجوال، وليس حينيا في الآن، ما نسميها الآنية. إذا من هنا نحن حقيقة الآن سنذهب إلى هذا الجسيم. لأقول لك أولا أن هنالك قاعدة عند العلماء والمخابر والجامعات، وخاصة اللوبيات المتحكمة في العالم، اللوبيات المتحكمة في العلوم. ليس كل ما تدرسه هو ما هو موجود فقط، وليس هنالك أشياء أخرى لا تصلك. الحقيقة وأن هنالك ما يسمى الأسرار العلمية. عديد من الدول وعديد من المجتمعات والجامعات الكبرى في العالم هي في الحقيقة تخفي عنا آلاف وآلاف الأشياء. هي لا تعلمنا إلا أشياء بسيطة لا نستطيع من خلالها الصنع والابتكار والخلق. هم يحتكرون ما تعلموه
وما عرفوه حتى من الحق الذي يقربنا لله سبحانه وتعالى هم يكتمونه في الحقيقة. هم يكتمونه لأنهم تحت سلطة مخلوقات أخرى رهيبة جدا تتحكم فيهم. لكننا نحن سنقول ما لم يقولوه أساسا، وسنتحدث أيضا، وهذا ليس بغرور، عما لم يصلوا إليه بعد، سلوكيات هذا الفوتون. الحقيقة وأنهم في كل حالة يصدرون بها أو يصنعون بها صناعة فوتون ضوء. فهذا الفوتون في الحقيقة عندما يتكون هم يقولون يتكون فوتون واحد، لكن في الحقيقة هم بمجرد تلك التفاعلات الفيزيائية لإصدار الضوء وصناعة الضوء، فهذه الفوتونات حقيقة تصدر ثنائيا، من كل زوجين اثنين. هذا ما يكتمونه حقيقة، لأن العلماء عندما يكتمون هذا الشيء الفيزيائي المعلوم عندهم ولا يعلمه العامة من الناس والمدرسين والدكاترة والأساتذة الجامعيين والمعلمين، هم لا يقولون لهم أننا إذا قمنا بصناعة مصباح من المصابيح وأصدر ضوءا فهو في الحقيقة يصدر ماذا؟ يصدر في كل صناعة فوتون هم في الحقيقة فوتونين اثنين، نقول F1 و F2. لا يمكن أن يصنعوا فوتونا واحدا، هم يتكتمون. هم حتى عندما يقولون وأننا بحثنا في سلوكيات الفوتون فقسمنا الفوتون إلى اثنين، أو من نفس المصدر أخرجنا فوتونين اثنين. هذا هو الكذب، هذا هو كتمان الحق، ويكتمون الحق من ربهم. الذين يدرسون الكتاب، الذين يعلمون، الذين يصلون إلى الحقائق ويكتمونها. لماذا حسب رأيك؟ لأن في آية من الله سبحانه وتعالى من كل زوجين اثنين. عندما يبوحون ويعترفون بهذه الحقيقة فهم في الحقيقة يعترفون بهذه الآية العظيمة، ويعترفون بقوله سبحانه وتعالى هو الظاهر والباطن وخلق من كل زوجين اثنين. نحن أحبابي في الله، في الحقيقة نحن في مسار نفس الموضوع الذي سنأتي عليه في توقف الزمن والتراسل في صفر من الزمن، التراسل الآني، في قوله سبحانه وتعالى كن فيكون. ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى. هذه آية عظيمة أخرى، عظيمة جدا جدا، في الميزان، في خلق الميزان. الرحمن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان، النجم والشجر والزدان، والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. سنأتي على ذلك، لكننا لنبقى في هذا الإطار. هم في الحقيقة أي عملية إصدار للضوء بأي آلة، مصباح، كهرباء، أي كان، ففي الحقيقة لا ينبثق فوتون واحد بخصائص واحدة. هم في الحقيقة يعلمون أنها زوجية، فوتونين اثنين. تصور معي وأن هذا الفوتون مثلا في عملية حركته يدور هكذا، يدور في هكذا دوران، أو أن دورانه متقلب يمينا ويسارا، شمالا جنوبا شمالا، يأخذ ذلك الدوران. لنقل أنه يدور هكذا في هذا الاتجاه، دار هكذا مثلا في هذه الثانية أو الأجزاء من الثانية، قام بدورة هكذا. فالفوتون الذي خلق معه، صنع، صدر
بصدوره، بصدور هذا الفوتون الأول، فهو يدور ماذا؟ العكس تماما. عندما يقلب هذا الفوتون اتجاهه هكذا ليدور في هذا الاتجاه، فهذا الفوتون ينقلب ليدور في الاتجاه المعاكس آنيا. ما رأيك أيضا أننا لو حملنا هذا الفوتون أرسلناه إلى مسافات بعيدة جدا، إلى مجرة أخرى بجوار الشمس، لنقل أن هذا الفوتون حملناه وذهبنا به إلى جوار الشمس بعيد جدا 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 عن الفوتون الثاني. تصور أنك في نفس الوقت، وليس نفس الوقت، في ذلك السفر من الوقت الذي تغير فيه أنت هذا الفوتون في سلوكه، يتغير في الآن نفسه هذا الفوتون الثاني، نعم، مهما كانت المسافة. هنا السؤال العجيب والغريب، هنا قوله كن فيكون، هنا نأتي صراحة إلى الميزان، والسماء رفعها ووضع الميزان في سورة الرحمن عروس القرآن. الميزان، كيف أن كل شيء بحسبان. أعطانا الله سبحانه وتعالى في كلمتين في سورة الرحمن: الشمس والقمر بحسبان. أنت فهمت الآن وأن هذا الفوتون وهذا الفوتون هم في الحقيقة صدروا في نفس الوقت، وأنه لا يمكن أبدا أنك تصدر فوتونا دون زوجه. هذا فيزيائيا ما يكتمونه على الناس، أن كل ضوء يصدر فيه خاصية ثنائية الفوتونات، اثنان. لا يأتيك فوتون واحد بخصائص واحدة وسلوكيات واحدة منفردة، بل أن معه أيضا لابد أن يكون هنالك فوتون ثاني توأم هذا الفوتون، يحمل عكس الخصائص تماما ويتصرف مهما كانت المسافات بينهم بالعكس. أنت الآن لعلك بدأت تفهمني حبيبي، كيف أنك ترى أشياء في وعيك في الظاهر في النهار تبصرها بعينك، وأنت أيضا عند منامك، نعم، ليست هنالك فوتونات وأضواء تأتي لعينك فهي مغمضة وأنت نائم، لكن عقلك في الداخل في باطنك ترى أشياء. كيف تراها حسب رأيك؟ إن كان هذا الفوتون الأول الذي يريك ما حولك، الفوتونات رقم واحد، مجموعة الفوتونات رقم واحد تريك ما هو ظاهر حولك وتعيشه، فكيف أنت حين نومك ترى أشياء من غير فوتونات يتعجل فيها ما تأجل، ترى أحداثا تفسرها عكسيا على واقعك. ها هنا أحبابي الآن سنفهم من هذه السلوكيات ما تراه في ظاهرك وأنت في وعيك وأنت مستفيق، ما علاقته بما تراه وأنت في نومك مثلا. رويدا، فهذا الموضوع حقيقة هو صعب وشائك جدا، لكننا نحن سنذهب إذن ونعطي ماذا؟ الآن بعد أن علمنا هذه الخصائص التي هي هذه الخصائص لهذا الفوتون، وكيف أنك إذا غيرت سلوكيات الفوتون الأول سيتغير آليا في الحين
الفوتون، خصائص وسلوكيات الفوتون الثانية عكسيا مهما كانت المسافات بينهم. إذا أحبابي في الله، عندما قلنا أن هذا الفوتون يسبح سباحة، فالله سبحانه وتعالى أعطانا مثلين: الشمس والقمر بحسبان، والسماء رفعها ووضع الميزان. إذا كل شيء موزون. إذا دخل هذا الفوتون الأول آليا سيندثر الفوتون الثاني. ما يحصل للفوتون الأول يحصل للفوتون الثاني عكسيا. إلى هنا نحن نقول: ما الذي أوصل المعلومة حول تغير سلوكيات هذا الفوتون الأول ليوصلها للفوتون الثاني، حتى أن هذا الفوتون يعكس سلوكه في نفس الحين آنيا؟ ما الذي أوصل تلك المعلومة آنيا؟ لابد أن يكون هنالك شيء ما. ستقول لي كهرومغناطيس، أقول لك لا أدري. تقول لي هي معلومة خرجت من هنا إلى هنا، نعم، في سرعة لا تقاس بالزمن. الآن في 0 زمن، هذا غير فهذا غير. ما الذي أوصل تلك المعلومة؟ كيف وصلت بينهما؟ هل هنالك شيء ما يربط؟ نسأل السؤال الثاني: لماذا هذا الفوتون عندما يتحرك في ترددات؟ ما الذي يحمل هذه المعلومة من هنا إلى هنا؟ الأكيد أن هنالك خط اتصال، خط تواصل، مثل خط الهاتف بيني وبينك، هو خط تواصل. إذا هنالك خط تواصل ما بين هذا وهذا. لكن هنالك أمر آخر لابد أن نسأله للفيزيائيين: عندما تتغير خصائص أو حركة أو سلوكيات هذا الفوتون، فلا بد من إشارة ترسل إلى هذا الفوتون. ألا يكون هنالك شيء ما مخزن معلوم؟ هل هنالك وعي أساسا؟ هل هذا الفوتون في حقيقة الأمر يرسل تلك المعلومات؟ وهذا أيضا إذا ما اختلف وتغير فهو أيضا يرسل تلك المعلومات. من يتحكم في إرسالها، ذهابها وإيابها؟ هل يمكن أن نقول أن هذا الفوتون شيء ما عاقل في داخله؟ الحقيقة أننا في مئات السنين، 100 سنة وأكثر، كنا نحسب الخلية هي عبارة عن كرة فيها البلازما، مياه، ماء، لا أكثر ولا أقل. لكن عندما وصل العلم إلى اكتشاف ما داخل الخلية، خلية الإنسان، أصغر شيء في الجسم، الخلية، وجدوا فيها مصانع وعمال وعالم آخر. هذه الخلية. سنأتي على خصائص هذا الفوتون، كيف أنه يتصرف ذاتيا. هل ستصدق أن فوتون يتصرف ذاتيا؟ سنسأل: هل هذا الذي هو عكسه تماما أيضا يتصرف ذاتيا؟ هل أن هذا الفوتون الجزيء الذي هو يسبح في ترددات، أو أنه كما يقولون هو الذي يخلق تلك الترددات؟ لكننا سنعلم إن كان هو الذي يخلق تلك الترددات أم أنه يسبح داخلها فقط. هل يمكن أن نقول أن هذا الجسيم واعي، أن هذا الجسيم من النور، يعني ملقن
تم تلقينه من داخله، هو ملقن أصلا، هو مبرمج كما قال ألبرت أينشتاين. أم أن هذا الفوتون، على فكرة هو أينشتاين سقط نظريته أساسا، واتضح أن كلام نيكولا تسلا هو الأصح والأحق. أم أن هذا الفوتون في داخله أساسا معلومات مركزة. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. نعم، لأننا في أول الحلقة ماذا قلنا؟ قلنا وأن انعكاس هذا الفوتون على السبورة، ثم عندما يدخل قزحية العين، نعم، يأتي لتفاعلات داخلية، نعم، يسببها مثل الطاقة الشمسية. أنت فوتونات من الشمس تنعكس على لوحة الطاقة الشمسية فتصدر كهرباء، والعكس أيضا. فهذا الفوتون هو في الحقيقة يحمل معه خصائص ما هو موجود هنا على السبورة لتدخل عيني، فماذا؟ فيترجمها العقل، المخ، الدماغ، لتكون بهذه الصورة. أنا أيضا ينعكس الضوء علي لتتلقاه الشاشة التي تسجل الآن، ثم ليترجمها ويرسلها إليك أنت يا من تتابعني. فهل هذه الجسيمات التي تنعكس على السبورة وعلي أنا وعلى ما تشاهده هي في الحقيقة تحمل في داخلها معلومات؟ هل أن هذا الفوتون واعي أم غير واعي؟ سبحانه وتعالى، سبحان الله وبحمده، في قوله: الله نور السماوات والأرض. إذا كان هذا الفوتون الأول يحمل لك خصائص معينة، فهذا الفوتون الثاني أين في الحقيقة؟ أين يحمل تلك المعلومات؟ إن كان هذا الفوتون يحمل لي معلومات في ضوء النهار أو عند إضاءة هذا البيت، فهذا الفوتون الثاني الذي هو عكسي تماما، وكأنك ترى نفسك في المرآة، يمين ما في المرآة شمالك، وشمالها يمينك، هكذا نفس الشيء. سنأتي إلى هنا على الانعكاس والأطياف والسبع المثاني. فلا تقل لي هذا الرجل يهري أو يقوم بعملية مقاربة الأشياء، لا. إذن هذا الفوتون الثاني في الحقيقة، كما أنك تستعمل الفوتونات الأولى رقم 1 للظاهر، ففي الحقيقة هذا الفوتون الثاني الذي يعكس السلوكيات هو في الحقيقة يتفاعل معك في الباطن، هو الظاهر وهو الباطن، وهو بكل شيء محيط، كل شيء عليم، هو مستوي على خلقه سبحانه وتعالى بالميزان. جعل لنا حقيقة مثلين، أعطانا مثل الفوتونات في مثال الشمس، لكن أعطانا جسيمات أخرى تحدث عنها سبحانه وتعالى، وهي جسيمات النور. هنا جسيمات النور. إذن إلى هنا عندما أعطانا خصائص الفوتونات من مثل الشمس، السراج، لكن عندما تحدث عن القمر قال قمرا منيرا. الشمس تضيء أضواء، لكن القمر يصدر ماذا؟ أنوارا، نورا. هنا الآن لنسأل كيف ترى النور؟ هل تستطيع أن ترى النور أو ترى بجسيمات النور وليست الضوء؟ حينما يكون الضوء موجود، أسألك شيئا آخر، كيف ترى
وتبصر بالنور، هل ترى بعينك هذه أم ترى بشيء آخر؟ هذا هو السؤال الجوهري، هذا هو المهم. كيف أنك يمكنك أن تصل إلى أن ترى بنور الله؟ يقول صلى الله عليه وسلم: اتقوا فراسة المؤمن فإنه يرى بنور الله. واعذروني إن أطلت عليكم أحبابي في الله. الله سبحانه وتعالى، وسنأتي على الآيات العظيمة التي يقول: نورهم يمشي بين أيديهم وبأيمانهم. يقول الكافرون يوم القيامة: انظرونا نقتبس من نوركم، قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا، وضرب بينهم بسور باطنه فيه رحمة من قبله العذاب، باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. نورهم بين أيديهم وبأيمانهم. لنسأل أيضا ونقول: من أوتي كتابه بيمينه هاكم اقرأوا كتابي إني ظننت أني ملاقي حسابي. لكن في النور أيضا يقول: نورهم يسعى بين أيديهم بين أيديهم وبأيمانهم. لماذا لم يقل شمالهم مثلا؟ لماذا لا يوجد في شمالنا يومئذ نور؟ لماذا بين أيدينا وبأيماننا؟ لماذا من يؤتى كتابه بشماله سيعاقب، أو من يؤتى كتابه وراء ظهره سيعاقب، أما من يؤتى كتابه بين يديه أو بيمينه فسيكون حسابه يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا. كيف نرى بالنور؟ حقيقة نحن نبحث في طيات كتاب الله سبحانه وتعالى في أشياء رهيبة أصلا قد لا يصدقها العديد والعديد والكثير والكثير عندما نتحدث عن الفوتون، فما بالك بجزيء النور؟ هذا سموه الفوتون، هو جسيم الضوء. لكن نحن عندما نتحدث عن جسيم النور وانعكاس جسيمات النور، أين تحملنا حقيقة؟ وهل أن جسيمات النور منقسمة إلى قسمين؟ لنقول هذا دي جسيم وهذا دي دو. ما هو الفرق بين جسيمات النور وجسيمات الضوء؟ هنا سنعلم الحقيقة رويدا. لذلك الله سبحانه وتعالى ما علمنا إياه، وأن الترددات الصوتية، ذبذبات الصوت، سرعة الصوت هي أقل بكثير من سرعة الضوء. وحتى أنهم صنعوا أسلحة يقولون أن هذه الأسلحة أصلا تفوق سرعة الصوت، تخرق جدار الصوت وطائرات. هذه المعلومة الفيزيائية حقيقة لا بد من مراجعتها، لأن في قول الله سبحانه وتعالى كن فيكون، وفي قوله سبحانه وتعالى ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجلا مسمى. هنا الله سبحانه وتعالى يقول حقيقة وفند نظرياتهم الفيزيائية أن في الصوت في الترددات الصوتية هنالك جسيمات نعم في الترددات الصوتية هنالك جسيمات تفوق سرعة ماذا؟ سرعة الفوتونات، سرعة الضوء. هذه الجسيمات التي يقع إصدارها بالصوت لا نسمعها نحن، لا نتلقاها، لأننا في خصائص فيزيائية معينة لا تمكننا من تلقيها. لكن الله سبحانه وتعالى أصدق قيلا وأصدق حديثا. فكلمات الله، الكلمة من الله، النبرات، الصوت أساسا فيه السر الذي يحمل هذه الخصائص
الذبذبات الصوتية والترددات الصوتية هي الأساس الذي يحمل المعلومة من الفوتون الأول إلى الفوتون الثاني في 0 من الزمن. قد لا يصدقون هذا، قد تقول أنك انحرفت على العلوم والفيزياء وأصبحت تتطاول على الخبراء والعلماء والذين أخذوا جائزة نوبل. بين قوسين، ألفريد نوبل لم يصنع الديناميت. كان هنالك كتاب لعالم مسلم كان يعيش في تركيا، نعم، منذ مئات السنين، هو أول من اخترع الديناميت، وهو أول من قام بتكرير النفط واستعمل النفط الذي كان يوجد عبارة عن رواسب في الصحراء. وعودوا إلى التاريخ، فألفريد نوبل لم يصنع الديناميت، بل أنه وجد كتابا لعالم مسلم كان يعيش في تركيا، نعم، هو الذي صنع المتفجرات والسوائل الحارقة من النفط. إذن فها هنا نحن اليوم نتحدث حقيقة عن هذا، عن ما الذي يحمل معلومة سلوكيات الفوتون الأول إلى الفوتون الثاني حتى يعكس ماذا؟ تصرفاته أيضا، ويكونون بينهم ماذا؟ بينهم ميزان. الميزان، نعم، ميزان. هنالك ميزان. الميزان، الكون كله موزون بطريقة مدهشة جدا ورائعة في أبسط ما فيه، في أبسط وأصغر جزيئات الكون والمادة، هي كلها موزونة بطريقة رائعة جدا ومحكمة. الله خلق السماوات، رفع السماوات ووضع الميزان، ميزان الخلق. إذن ها هنا نحن نتكلم حقيقة عن شيء مهم جدا، وهو آلية التراصل، وهي أنها عبارة عن ذبذبات صوتية مثل النبرات، نعم، تصل حقيقة بين الفوتونين. إذا قلنا هذا القول وصدقوا أولئك العلماء واعترفوا، فنحن في الحقيقة نتحدث عن جسيم في الضوء فيه من الوعي والبرمجة، نعم، والسلوكيات التي يتواصل بها مع زوجه من الفوتون. هي ليست تلك الترددات الكهرومغناطيسية التي يقول عنها ألبرت أينشتاين، هي مجرد يعني مثل ما تسميه بحرا تسبح فيه، لكن التراصل الآلي في قوله سبحانه وتعالى: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. كن فيكون. إلى هنا أحبابي، لعلي أطلت عليكم في هذه الحلقة وطالت، لكننا حقيقة كيف يكون في نفس الزمن في مكانين مختلفين هذه القدرة في التراصل؟ وستقول لي كيف تقول أن سرعة الصوت أو ما هو موجود في الصوت أسرع من الفوتون؟ نعم، سنصل إلى ذلك أننا عندما نتحدث عن خاصيات انقسام الضوء، أنت ترى أحيانا قوس قزح، أنت أحيانا ترى قوس قزح فيه 7 أطياف من الضوء، 7 أطياف. لماذا يذكرك؟ 7 سماوات، أليس كذلك؟ نعم، 7 سماوات. ما لك لا تتذكر شيئا آخر؟ ولقد آتيناك 7 من المثاني والقرآن العظيم. ما دخل هذا في هذا؟ سنأتي على ذلك. لكن الضوء الظاهر وليس الباطن،
الضوء، انقسام الفوتونات، تغير الترددات للفوتونات المرسلة، يرسم لك قوس قزح في 7 ألوان، ذلك لاختلاف تردداتهم. هذا معقول، معلوم. لكن أين ذهبت الفوتونات الأخرى التي هي معاكسة تماما للترددات 7 أطياف؟ أنت عندك 7 أطياف ها هنا تراهم في الظاهر، لكن لابد أن يكون هنالك 7 آخرين علميا، 7 أطياف أخرى، 7 أطياف أخرى باطنية غير ظاهرة لا تراها بعينك لكنها موجودة. إذا كم يصبح عندك من طيف في الضوء؟ 7 مرئية و7 باطنية، أليس كذلك؟ لابد أن تفهمني. قلنا أن هنالك أشياء تراها ظاهريا في الظاهر، وفي الباطن لا تراها بعينك. إذا إن كنت ترى 7 أطياف من الضوء، فهنالك 7 أخرى باطنية لا تراها. تراها بماذا؟ تراها في الباطن، لا تراها في الظاهر. ما رأيك لو قلت لك إذا هنالك 7 ظاهرة و7 باطنة لا تراها؟ كم يصبح العدد؟ 14. كم عندك من صورة فيها السجدات؟ هم 7 صور ضرب 2، 14 صورة. أنت عندك 14 صورة، ولقد آتيناك 7 من المثاني والقرآن العظيم. ال7 مثاني هي 7 في 2، 14 صورة، وهي التي فيها السجدات. تصور أنك في السبعة صور، ال7 صور التي فيها السجدات 7 تبدأ بالأحرف النورانية، 7 تبدأ بالأحرف النورانية وهي الباطنية، ال7 الباطنية. ثم 7 لا تبدأ بالأحرف النورانية. إذن هل علمت أنك في 14 سورة ال7 المثاني التي فيها السجدات فيها 7 لا تبدأ بالأحرف النورانية، لأنها تعطيك رمزا إلى ماذا؟ إلى الأطياف الضوئية. يقولون أحرف ظلمانية، لا، هي تعطيك الأطياف الضوئية. لكن ال7 التي تبدأ بالأحرف النورانية هي رمزا للأطياف ماذا؟ النورانية وليست الضوئية. هنا جمع الله لنا سبحانه وتعالى بالحساب ليفهمنا الأطياف الظاهرة والأطياف الباطنة. ذلك حتى إذا أردنا أن نصل رويدا إن شاء الله للانعكاس النوراني وفك الارتباط الزمني، قطع الزمن، إيقاف الزمن. نعم، لأن كما بين الفوتون والفوتون هنالك تراسل آني في 0 من الزمن. إذا فنحن أيضا لابد أن نعتمد علما كيف أن الله ذكر لنا 7 صور التي فيها السجدات، وهي 7 من المثاني 14. نعم، فيها تبدأ بالأحرف النورانية، أي أنها تعني لنا الحديث في طي آياتها عن ماذا؟ عن الطاقة النورانية الباطنية. فأنت عندما تريد أن ترى بالنور فأنت ترى بالنور باطنيا وليس ظاهريا بالأضواء. ثم أن ال7 التي فيها سجدات والتي لا تبدأ بالأحرف النورانية تحدثنا في سياقها فيزيائيا عن ماذا؟ في آيات بعينها عن الأطياف الضوئية. هنا لابد أن أقول: يؤتي الحكمة من يشاء
ومن أوتي الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. وقل ربي زدني علما، وقل رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. لذلك قلت لكم منذ البداية وأن هذه المواضيع في خرق الزمان والمكان هي متعلقة بأمور علمية بحتة. أنت تعيش ظاهرا معي ومعك، هكذا نتواصل مع بعضنا، لكننا في علم الباطن، في عالم الباطن داخلنا أشياء أخرى موازية تماما. خلق من كل زوجين اثنين، لنعلم حقيقة أي فيزياء نتوخاها، الفيزياء الربانية الحقيقية من الكتاب أم الذين يعطوننا العلم بالملعقة بما يريدونه هم، ويكتمون ما أنزل إليهم من ربهم، ويكتمون الحق من ربهم وهم يعلمون. أولئك الذين ذكرهم الله في كتابه كثيرا يكتمون الحق من ربهم، فويل لهم، لأن الحق وتلك الحقائق هي حقيقة تنعكس تماما لتبين لك أن ما قاله الله حق ونزل بالحق، وأنه خلق السماوات والأرض بالحق، وأن قوله الحق، وأن وعده حق، وأنه هو الحق سبحانه. ملتقانا الحلقة القادمة، واعذروني أن أطلت عليكم. السلام عليكم ورحمة الله.